جبال اصطناعية ضخمة من مخلفات الفوسفات تتراءى للمرء مع اقترابه من خريبكا. المدينة تلقب بعاصمة الفوسفات وتصنف ضمن المدن المنجمية، ويرتبط تاريخ تأسيسها بحقبة الاستعمار الفرنسي في أوائل القرن الماضي حتى منتصف الخمسينيات. مدينة خريبكا ارتبط التطور ديال هذه المدينة باكتشاف الفوسفات بالمنطقة، ويعتبر حوض ولاد عبدون أكبر حوض لإنتاج الفوسفات. هذه الآليات الضخمة تعمل في الأحواض الفوسفاتية المجاورة، وتختص كل واحدة منها بمهمة معينة، ويشرف على عمليات اكتشاف الفوسفات وإنتاجه وبيع مشتقاته. المجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة. يملك المغرب نحو 70% من احتياطيات الفوسفات العالمية، أما إنتاجه السنوي فيناهز 37 مليون طن، وتنتج خريبكا نصف إنتاج المغرب من هذه المادة الأولية التي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد. السنة الماضية سنة 2021 عرفت تسجيل رقم قياسي على مستوى المعاملات المتعلقة بالفوسفات، حيث تم تحويل أكثر من 8 مليار دولار إلى خزينة الدولة. اليوم الشهرين الأولين يعني شهر يناير وشهر فبراير سجلت حصيلة تفوق مليار دولار، وهو رقم قياسي. ويزداد الطلب العالمي على الفوسفات نظرا لاحتوائه على مواد عضوية غنية بالفوسفور الذي تبرز أهميته في القطاع الزراعي، إذ يدخل في صناعة الأسمدة فضلا عن مجالات صناعية وطبية عدة. هذا الحزام الناقل يمتد لعشرات الكيلومترات، ويعد واحدا من أطول الأحزمة من نوعه عبر العالم. ينقل الفوسفات الخام من مناطق استخراجه إلى معامل للغربلة والتجفيف قبل تصديره. تصدير يتم عبر أنبوب يربط مدينة خريبكا بميناء الجرف الأصفر الأطلسي على مسافة تبلغ 187 كيلومترا. أما الوسيلة التقليدية فهي السكك الحديدية، حيث بدأ تسيير القطارات المحملة بالفوسفات منذ نحو قرن. قطارات من بين أطول القطارات في العالم وأثقلها حمولة. المختار العبلاوي، الجزيرة، مدينة خريبكا، وسط المغرب.